أخيرا، البارحة تم إثبات هروب ناصر الجن إلى إسبانيا من أصدق صحيفة إسبانية. أن ناصر الجن هرب من دولة الجزائر. دابا تخيل فراسك أنو كبار القادة اللي كيعرفوا الأسرار تاع الدولة الجزائرية ولاو كيهربوا من الجزائر. دائما كنا كنقول لكم يا جزائريين راه كاين واحد الصراع في الجزائر، وأن الجزائر راه كيحكمها العسكر ما كيحكمهاش تبون، وأن تبون أصلا هو من العصابة السابقة، وأن الفترة تاع تبون وشنقريحة دمروا الجزائر. لا حلفاء بقاو عندكم، صراع مع فرنسا بسبب البوليزاريو، صراع مع إسبانيا بسبب البوليزاريو، صراع مع ليبيا، صراع مع مالي، صراع مع النيجر، صراع مع المغرب. وكنتفكروا يا جزائريين واحد الكلمة كان قالها واحد الشخص راه قديم، قال وكان عطاها وصية لذاك المسؤول الجزائري، وهذا الفيديو راه موجود في اليوتيوب. قال ليه الوصية اللي نوصيكم أن الفايدة ديال الجزائر وتقدم الجزائر وازدهار الجزائريين هي أن الجزائر تعطي اتساع لهذه القضية ديال الصحراء الغربية، وأنها تطرد البوليزاريو من الأراضي ديالها، ودمار الجزائر وتخلف الجزائر بدعمها وبقاء دعمها ومساندتها لجبهة البوليزاريو. وإحنا سبحان الله هيا مرت دابا 8 سنين هذاك الشخص اللي قال هاد الهضرة، والجزائر إلى هذه الساعة من التخلف إلى من الخلف إلى التخلف. لا برك استخلتوا ليه، يعني لا أفريقيا حكمتوها، يعني ولا المغرب دابا حاكم لكم أفريقيا، لا أبنائك ديالكم في أفريقيا لا والو. شنو السبب؟ هي البوليزاريو. ولا هاد الساعة المغرب اللي خرج الحكم الذاتي كتصدم بأن الدولة الجزائرية هي اللي كترفض هذا الحكم الذاتي، والدول واش هاد القضية صافي تسدات، لأن النظام الجزائري حنا عارفين أنه لا تهمهم البوليساريو، هما يريدون ممر على البحر. هذا هو اللي كاين. وقالها الملك تاع المغرب اش قال لهم؟ بيتوا البحر ناخذوها باتفاقيات، يكون عندكم ممر البحر ولكن باتفاقيات وتحت الإدارة المغربية. وحتى الدول الأوروبية راه ما غاديش يبغوا الجزائر يكون عندها منفذ على البحر. باش تفهم راه كاين واحد الصراع جيو استراتيجي وجيو سياسي. دابا شنو اللي معترفين؟ امريكا كاع الدول العظمى معترفه، بقات الصين بقات الصين وروسيا الدولتين الوحيدتين إلى هذه الساعة لم يعترفان بالبوليزاريو. إلى هذه الساعة ما اعترفوش بالحكم الذاتي المغربي. ولكن في أكتوبر كاين تصويت تاع مجلس الأمن، وديما كنقول لكم الأمم المتحدة ومجلس الأمن راهم مجرد 5 دول، 5 دول هما اللي عندهم التسلط على هادشي كامل. فيها أمريكا وفيها بريطانيا وفيها فرنسا والصين وروسيا. هادو هما الأمم المتحدة وهادو هما مجلس الأمن. اللي كيخرط عليك من غير هادشي راه باغيك ما تفهمش وعمرك ما تفهم، لأن حق نقد الفيتو راه عند هاد الدول فقط. إلى هاد الساعة بسبب البوليزاريو الجزائر خسرت حلفاء، خسرت جيران، يعني كمغاربة راه واخا يتحيد هاد الخلاف ولكن راه كيبقى واحد الحقد، واحد المرارة ديال 50 سنة. يعني راه ماشي ساهلة. صافي مشات البوليزاريو وكاين الحكم الذاتي، صافي حنا نرجعو لا، ميمكنش، من المستحيل. واش دابا في نظركم دابا المغاربة صافي تحل القضية صافي نولو خاوة؟ ضروري المغاربة غادي يردو الساعة صاعد بأي طريقة، لأنه غادي يبغوا الجزائريين يحسوا بديك المرارة والرزق يكون دابا للجزائر. وهذا مشكل. هي دابا أمريكا عودت دابا هذه 5 مرة، وأمريكا كتأكد أن لن يكون هناك حل للصحراء إلا تحت الحكم الذاتي المغربي. وفهم عندك إما بغيتيها يعجبك ولا ما يعجبكش. راه ما كاينش شي حاجة سميتها المخدرات وبلا بلا، هذيك كتبقى هرطقة. هناك صراع فقط على الصحراء الغربية، وليس هناك صراع آخر سميتو هذا الصراع سميتو الصراع المغربي الجزائري. الدولة ديالك الجزائر هي دولة توسعية، وأكبر دليل هي أن أنتم الجزائريين كتعترفوا بالحدود الموروثة عن الاستعمار. لا المغرب كيعترف بها، ولا مالي كتعترف بها، ولا النيجر كتعترف بها، ولا ليبيا، ولا سميتو. علاش نتوما كتعترفوا الوحيدين؟
لأنكم أخذتم من الكيك الأكبر. صافي، خدتو طرف من عند المغرب، خدتو طرف من عند مالي، خدتو طرف من عند النيجر، خدتو طرف أراضي ليبية، خدتو أراضي تونسية. هاد الدول سكتو على حقوقهم، المغرب مبغاش يسكت. هداك الشي علاش كتآمنوا بالحدود الموروثة عن الاستعمار. علاش؟ لأن الاستعمار أعطاكم أحسن حدود وأكبر الحدود. إلا أردت المنطق، تونس تاخد الأراضي تاعها، المغرب ياخد الأراضي تاعو، ليبيا تاخد الأراضي تاعها، النيجر، مالي، وموريتانيا حتى هي اللي عندها شي أراضي تاخدها. وديك الساعة إيه، مرحبا بالحدود الحقيقية والحق على كل دولة. المهم، حنا خرجنا على هذا الموضوع. الموضوع الأساسي هو ناصر الجن والأسرار اللي حاملها معاه داهم لإسبانيا. وضروري إسبانيا ما غادي تورد للمغرب دوك الأسرار اللي عندها، وغادا تورد أمريكا، وغادا تورد إسرائيل. يعني راه من أخطر الأسرار اللي كاينين في الجزائر كاين عند ناصر الجن. وهناك صراع جنرالات، وهذا الشيء دمر فترة عمي تبون الله يطول في عمره هو شنقريحة. يعني عطانا حنا أشياء كمغاربة اللي عمرنا ما كنحلمو بها، عمرنا ما حلمنا بها، لا مع بوتفليقة لا والو. يعني تحققت لنا هاد الأماني مع عمي تبون وشنقريحة. بقاو كنشجعوكم حنا كمغاربة، بقاو دعموا جبهة البوليزاريو، لأنها كنشوفها كدمركم. لا صناعة سيارات، لا تطوير، لا بنية تحتية، لا والو، لا بريكس، لا والو. كيف قال الحليف تاعكم الروسي: لا وزن لا هيبة فقط. وشكرا.